ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ انا احمد محمد سينيور 26. مش مصدق ان انا بقولها بعد ما خلصت الامتحانات وبعد ما خلصت سنة تالتة يعني، بس ايا كان. حسيت الفيديوهات، في فيديوهات كتير جدا معمولة بتتكلم عن نظام سنة تالتة والفرق بين اليو ار تي والتي او سي وازاي نذاكر والجداول والكلام ده كله. فحسيت ان انا لو عملت فيديو تاني بيتكلم عن النظام بعد كمية الفيديوهات الموجودة دي هيكون جاست تشتت ومش هيكون لي لازمة قوي. فحسيت ان هيكون الافضل لو اتكلمت عن المايند سيت اللي انتم المفروض تدخلوا بيها سنة تالتة والحاجات اللي المفروض تكون في دماغكم، وحاولت اجمع النصايح او الحاجات اللي فعلا حسيت انها فادتني على مدار السنه، والحاجات اللي كانت في دماغي وحسيتها وفرت عليا كتير واثرت عليا كتير من الطريق، وساعدتني. ولو حاسين ان في حاجات تانية فعلا مش متغطيه في الفيديوهات الكتيره اللي موجوده ممكن تبعتولي وانا هتكلم عنها واحاول اساعدكم بقدر استطاعتي. تمام. فانا دلوقتي هبدا باول حاجه. جماعة ما عندكوش فكرة قد ايه بجد النقطة دي او النصيحة دي هي اهم حاجة حرفيا في كل الحاجات اللي انا هقولها. لو انت خرجت من الفيديو ده كله بالنصيحة دي بس والشيء ده بس حرفيا فانت هتكون استفدت وهتكون وفرت على نفسك كتير جدا. اهم حاجة بجد هي يعني النية. يعني النية الصحيحة هي أهم حاجة. أهم حاجة إن نيتك تكون خالصة لربنا. ليترلي كلنا بنذاكر، كلنا بنصحى الصبح، كلنا بنعمل كل الحاجات اللي أغلب الطلبة بيعملوها، ولكن خد مثال بين طالبين. لو أنا عندي اتنين طلاب، الاتنين بيصحوا الصبح من الفجر عشان يلحقوا يومهم بدري ويذاكروا ويحلوا والاتنين بينزلوا المدرسة بيشتغلوا كابستون، بيعملوا كل الفانكشنز اللي أي طالب بيعملها وكل الحاجات دي، والاتنين بياكلوا عشان يحاولوا يحافظوا على صحتهم وتركيزهم ولكن شوف فرق بين واحد ما اخلص نيته لربنا وسايب كل ده لربنا، وان هو بيعمل ده بنية ان هو ده لربنا، بنية ان ده في سبيل الحق في المستقبل، ان هو بعد ما يتعلم والكلام ده كله هو بيتعلم في سبيل الحق، في سبيل الدفاع عن الاسلام، في سبيل الدفاع عن الدين ايا كان. يعني النية بتاعته هي نية خالصة لربنا، على عكس حد تاني ممكن نيته ما عندوش نية، هو جاست بيشتغل بس ما فيش نية لربنا، ممكن عنده نية لشيء تاني. تخيل الفرق بين الاتنين، رغم ان الاتنين بيشتغلوا، الاتنين بيأدوا اللي عليهم، الاتنين بيعملوا، الاتنين بيتعبوا، ولكن لمجرد ان واحد فيهم فعلا عنده نية لربنا دوت كافي جدا يخليه ياخد ثواب على كل خطوة بيمشيها، على الحاجات الافريج جدا اللي بيعملها في يومه، زي ان هو يصحى الصبح يفطر مثلا. انا ممكن يكون واحد بيفطر بنية ان انا بفطر فعلا عشان اقدر ان انا جسمي يكون قوي واقدر اكمل يومي واشتغل، فبنية ان دوت في سبيل الحق واقدر اتعلم واكمل والكلام ده كله، ده كافي جدا يخليه ياخد ثواب على الفطار اللي بيعمله، اللي كلنا بنفطره واللي كل الناس بتعمله. فبجد النية شيء مهم جدا جدا جدا. فلو انت بدأت ولسه ما عقدتش النية فحاول تعقد النية وتكون نيتك خالصة لربنا. ولو لسه ما بدأتش فحاول تبدأ بعد ما تظبط نيتك وتأهبها للحوار دوت. بجد النقطة دي مهمة جدا جدا جدا، اللي هو انت كده كده غصب عنك هتشتغل، فبما انك كده كده هتشتغل وهتعمل كل ده فاخلص بقى نيتك لربنا وتكون خالصة لله يعني. كده يعني. ففي جملة كنت بحب جدا أقولها لنفسي في دماغي على مدار السنة لما كنت بتعب وبيجي لي بيرن أوت أو كده، اللي هو يعني إذا وجدنا الله فماذا فقدنا. اللي هو فعلا لو أنا عارف من نفسي وعندي يقين تام ان ربنا هو اللي بيدبر الامور، ربنا هو اللي بيوزع الارزاق، ربنا هو اللي عالم بينا كلنا وشايفنا وهو اللي بيرحمنا، ربنا هو اللي بيدبر امور الخلق كلهم. فلو انا مدرك دوت ومتاكد ان ربنا شايفني وعارف ان ربنا موجود، فانا فقدت ايه؟ يعني انا خايف من ايه؟ يعني هل انا خلاص؟ انا يعني كان في حديث عن الرسول مش فاكر نصه بالظبط، ولكن كان اللي هو مش فاكر هل هو حديث ولا هي حاجه بتتقال يعني كده، ولكن كان محتواها ان هو يعني ليه الانسان ممكن يكون قاعد حزين او غضبان لفتره طويله؟ هو انت يعني انت خلاص تم تبويئك او تم تبشيرك بمقعدك في جهنم، خلاص انت عارف ان داخل جهنم، فقاعد بقى حزين على نفسك ومفيش ولا فلا ما يعني انت طالما خلاص، طالما لسه في فرصه، طالما لسه عايش بتتنفس، طالما لسه يعني كده، طالما فلا انت لسه قدامك فرصه. فاذا وجدنا الله فماذا فقدنا؟ فبلاش ان احنا نفضل كل شويه نبرن اوت ونقع والكلام ده كله. يعني نحاول نحط النقطه بجد في دماغنا ونعرف ان ربنا موجود ويدبر لنا امورنا كلها، ومستحيل مستحيل نكون مدركين هو ازاي الحوار ده ممكن يتصلح، بس كل الحوارات بتتصلح عادي. تمام. الموضوع من اوله لاخره توفيق
من ربنا. دي نقطة مهمة جدا برضو لازم تكون محطوطة في الحسبان من أول دلوقتي لحد الساعة اللي هيطلع فيها النتيجة بتاعت سنة تالتة، إن الموضوع كله من أوله لآخره توفيق من ربنا. كل اللي إحنا بنعمله دوت، كل اللي إحنا بنقوله، كل اللي إحنا بننصح بيه، كل اللي أنتوا عملتوه وبتعملوه وهتعملوه ليس إلا محاولات سعي إن أنتوا تعملوا اللي عليكم، ولكن النتيجة في النهاية على ربنا. وربنا هو اللي بيوزع الأرزاق، وواحد زائد واحد مش بيساوي اتنين خالص، لأ. ممكن واحد يكون أدى قليل والكلام ده كله، وسبحان الله في الآخر بيجيب مجموع عالي جدا غير متوقع. وواحد تاني أدى كتير جدا واجتهد وعمل وعمل وعمل، وفي الآخر لا قدر الله ممكن يجيب مجموع قليل. فبجد في عوامل كتير قوي جدا، فادعوا ان ربنا يرزقكم التوفيق ويخلي كل العوامل دي تكون في صفكم. في حد ممكن يكون دخل الامتحان وهو نايم كويس جدا جدا جدا، فقدر يركز في امتحان اليو ار تي، فما شاء الله قفله جاب فيه درجه حلوه جدا. على الناحيه التانيه حد بيحل يو ار تي من اول السنه وما شاء الله عليه، ولكن للاسف ما قدرش ينام ليله امتحان بسبب التوتر مثلا، فراح في النوم ساعه الفجر او حاجه، ما نامش قبل الامتحان غير هم كام ساعه، دخل الامتحان لا قدر الله للاسف مش مركز، الامتحان طار منه وخلاص. يعني هي مرة وراحت. واحد تاني مش عارف ايه، كانت حالته النفسية أثناء الامتحانات مش كويسة، رغم إن هو على مدار السنة اللهم بارك مجتهد وبيذاكر ولكن بسبب حالته النفسية ما قدرش يأدي الأفضل أثناء الامتحان. واحد تاني ما كانش بيذاكر كويس جدا على مدار السنة، ولكن بالصدفة كده بص على جزء معين ليلة الامتحان، فالجزء دوت جه عليه أسئلة صعبة الأغلبية ما عرفتش تحله، بس عشان هو بس على الجزء دوت بالصدفة ربنا وفقه إن هو يلاقي نفس الجزء دوت تاني يوم في الامتحان، ويقدر إن هو يحله دونا عن باقي الاشخاص وباقي الدفعه اللي كانوا بيذاكروا من اول السنه. فبجد بجد يا جماعه الموضوع توفيق وكميه عوامل كتيره، بندعي ربنا ان ربنا يوفقنا ويرزقنا من كرمه ورحمته. فلازم بجد تحطوا البوينتس دي في دماغكم عشان توفروا على نفسكم بقى جهد كبير، وتوفروا على نفسكم بقى ليه دوت مش عارف عنده او وانا ما عنديش، ليه دوت بيجيب كده وانا مش بجيب مع اني بعمل وهو بيعمل ومش عارف ايه والكلام ده. فلا، عشان نوفر على نفسنا الافكار الشيطانيه والحاجات دي، ونقدر ان احنا نوجه مجهودنا ومسعانا كله في ان احنا نذاكر ونجتهد، وما نكونش في جزء من مجهودنا بنوجهه عشان نطرد الافكار الشيطانيه من دماغنا، او نحاول ان احنا نحارب اي نوع من انواع العبث اللي بيجي في دماغنا احيانا. تمام. وفي النهايه حابب اقول انت لازم تكون عارف، انا تسال نفسك وتكون عارف اجابه انا ليه بعمل كل ده اصلا. ما تبقاش داخل سنه ثالثه او داخل حياتك عموما او بتعمل اي شيء وانت مش عارف انت ليه بتعمل ده. اهم حاجتين لازم تجاوب على سؤالين قبل ما تعمل اي حاجه: ليه وازاي. ليه يعني انا داخل اعمل حاجه معينه، حاجه زي سنه ثالثه، انا داخل سنه ثالثه لازم اكون داخل سنه ثالثه عارف انا داخل ليه. داخل عشان اجيب كليه معينه، طب الكليه المعينه دي هي مش هدف، الكليه المعينه دي وسيله، فانا لازم اكون عارف الوسيله دي انا عايزها عشان ايه الهدف النهائي بتاعي. كل واحد بيكون عنده هدف مختلف عن التاني في حدود الصح والمطلوب. تمام. وتاني حاجه اكون عارف بقى ازاي. بعد ما عرفت ليه اكون عارف بقى ازاي، وابتدي بقى اخطط وافكر واشوف انا كنت بغلط ازاي قبل كده عشان اتجنب اخطائي، اشوف اخطاء السابقين عشان اتجنبها، اشوف الحاجات اللي ساعدت الناس السابقه واحاول اعملها، الكلام ده كله. تمام. تمام. دي النقطه الاولى اللي هي اهم نقطه في الحوار كله والسنه كلها، ان انت لازم نيتك تكون خالصه لربنا، ويكون عندك يعني الكام بوينت اللي انا قلتهم دول يكونوا موجودين في مخك دايما. حط الكرايتيريا بتاعتك. دي واحدة من أهم النصايح اللي كان في حد من دفعة 25 نصحها لي في وقت ما أنا كنت متشتت في حوار هل أشترك مع مدرسين ولا أذاكر لوحدي. طب لو أنا هشترك أشترك مع مين؟ طب أنا خايف إن أنا لو مشتركتش مع مدرسين يفوتني حاجات والناس التانية تبقى سابقاني. طب أنا خايف لو اشتركت فكست إن أنا أذاكر لوحدي، إن أنا أفقد مهارة إن أنا أذاكر لوحدي وأدور وكده وأبقى إنسان كسول. طب فالكلام ده كله، ففي الاخر راح قال لي ان انا لازم احط كرايتيريا. هو كان بيعمل كده وهو بيختار المدرسين، فقال لي لازم احط كرايتيريا تكون مناسبة للظروف بتاعتي، سواء ظروف اجتماعية، ظروف مادية، ظروف ذهنية، على حسب انا مخي بيشتغل ازاي ومتعود ان انا اذاكر ازاي. فدول كانوا ال 3 questions اللي انا كنت حاططهم عشان الكرايتيريا بتاعتي، اللي انا هشوف هشترك مع المدرس ده ولا لا، هشتري حاجة المدرس ده ولا لا. فانتوا حطوا الكرايتيريا اللي ممكن تكون خاصة بيكم انتوا ومناسبة للحالة بتاعتكم. الكرايتيريا بتاعتي كانت ببساطة هما 3 حاجات، 3 أسئلة. أولا، هل المدرس ده بيوفر عليا؟ يعني أنا ممكن أكون سي بذاكر بيولوجي، فأنا ممكن أذاكر الشابتر ده في 2.5 ساعة مثلا، والمدرس
السيشن بتاعته بالتوتال بتاعها بكل حاجه بالكلام ده كله بيتقفل لي على 3 ساعات ونص. ده كده مش بيوفر عليا، ده كده حرفيا بياخد مني انا قادر اذاكر لوحدي في ساعه ونص. فانا لما اشتركت مع المدرس اللي هو بيدي نفس الكونتنت اللي انا هذاكره من الشابتر بتاع الريفرنس مثلا ومش بيزود عليه حاجه، لو اداهولي في 3 ونص هو كده حرفيا خد مني ساعة زيادة وأجهدني وخلاص، وكمان دفعني فلوس، فهو ما وفرش عليا في حاجة زي ده. المدرس ده مش مناسب ليا، ولو كل المدرسين بيعملوا كده معناها ان انا مذاكرتي لوحدي هتكون efficient اكتر، فساعتها هفكس للدرس. ده ببساطه وكلوجيك. تمام تمام. والعكس صحيح، لو انا بذاكر لوحدي في 3 ونص وهو بيديها لي في ساعتين او اقل، فخلاص معناها ان المدرس ده فعلا بيوفر عليا وقت، ممكن يكون بيوفر عليا جهد، وهكذا وهكذا. فساعتها المدرس ده يستاهل ان انا اشترك معاه. النقطة التانية، هل بيضيف لي حاجة جديدة؟ طب لو افترضنا ان انا والمدرس متساويين في النقطة الأولى، أنا بذاكر في ساعتين ونص، هو بيقدم لي الكونتنت في ساعتين ونص، هل هو بيضيف لي حاجة جديدة؟ هل بيفهمني بشكل أعمق من مذاكرتي لوحدي؟ هل هو بيقدم لي الموضوع بإن هو يوفر عليا جهد؟ هل هو بيقدم لي معلومات زيادة ممكن أحتاجها قدام؟ هل هو بيربط لي المنهج كله ببعضه كل ما ناخد حتة جديدة مثلا، ولا هو بيشرح لي الجزء بجزءه زي ما انا بذاكر مع نفسي؟ لو بيضيف لي حاجه جديده فتمام ماشي، في حاجه تخليني اشترك معاه. ولكن لو مش بيضيف حاجه جديده واحنا الاتنين زي بعض حرفيا، فكده ستيل انا بدفع فلوس على الفاضي حرفيا، والاسم ان انا باخد درس. فدي نقطه لازم برضو ابص لها، هل المدرس ده فعلا بيضيف لي حاجه جديده؟ بيضيف لي معلومات، بيضيف لي كونتنت، بيضيف لي اسئله، بيضيف لي افكار، بيعدل لي في المايند سيت بتاعتي وانا بفكر عشان احل الاسئله او احل المشاكل والكلام ده كله. لو مش بيضيف لي هدور على حد بيضيف لي، ولو ما فيش حد بيضيف لي يبقى معناها ان انا في مستوى جيد او مستوى كويس ان انا اقدر اذاكر لوحدي او يعني اجيب المادة دي مع نفسي، فخلاص هوفر الفلوس دي لحاجة تانية اكيد هحتاج ادفعها فيها. تمام تمام. النقطة التالتة بقى، هل انا إيه اللي انا محتاجه من المدرس ده اصلا؟ تمام. يعني في مثال دايما كنت بضربه لنفسي وبضربه لاي حد من دفعتكم لما كان بيسالني او كده، هما حاجتين. انا ممكن اكون طالب بعرف اذاكر لوحدي كويس، بس على الناحيه التانية انا كسول ومش برضى احل مع نفسي، ومش بحب ادور على مصادر حل. ساعتها انا مشكلتي فين؟ انا مشكلتي هنا، مشكلتي ان انا كسول وبكسل ادور على مصادر حل في ماده معينه، بحس نفسي متشتت، بحس نفسي متعصب، مش عارف احل منين، مش لاقي حاجات مجمعه على كل الاجزاء اللي ذاكرتها، مش عارف. فساعتها انا اللي انا محتاجه من المدرس بتاعي بشكل اكبر ان انا يكون المدرس ده بيحل لي مشكله الكسل، اللي هو بيجمع مصادر حل، بيجمع اسئله، بيحط كويزز واساينمنتس بعد كل سيشن مثلا، بيتابع الكلام ده كله، بيحط افكار حل كتير والكلام ده كله. فاروح للمدرس الميزه بتاعته اللي هو مشهور بيها واللي هو بيعملها ان هو بيحل لي مشكلتي دي الكسل، ان هو بيحط حاجات حل. تمام تمام. يبقى انا هروح لمدرس احل مشكلتي، انا بعرف اذاكر لوحدي. ولو لا قدر الله المدرس دوت وقع معلومه في الشرح، وقع جزء معين، جزء ما شرحوش باحسن شكل وما قدموش باحسن طريقه، انا عندي قدره ان انا اعوض النقص ده. ولكن انا ما عنديش القدره ان انا اروح احل مع نفسي والكلام ده كله. فساعتها البريوريتي بتاعتي او الاولويه بتاعتي هتكون ان انا اشوف مدرس بيحل كويس وبيحل كتير، وممكن ان هو يكون مقصر في الشرح عادي، لان مش هلاقي مدرس بيعمل الاتنين او بيعمل كل حاجه بشكل بيرفكت. فلازم ان انا يكون عندي اولويات لحاجات عن حاجات تانية، فاقدر اختار المدرس بتاعي دوت بشكل كويس. لو انا بقى العكس، لا انا مش بعرف، انا نشيط مثلا، يعني انا مش بعرف اذاكر لوحدي، عندي مشكله ان انا اقدر اذاكر لوحدي واقلب في الريفرنس او اقلب في فيديوهات على يوتيوب او الكلام ده كله، وابقى عايز الكونتنت يكون مرزوع لي في الفيديو قصادي، مرزوع لي في مكان واحد بالكتير قوي، افتح الدرايف بتاع المدرس وكده انا تعبت ومش هقدر اعمل اكتر من كده. ولكن انا نشيط جدا، بقدر ان انا ادور على النت على مواقع احل منها واتعلم من اخطائي واجمع افكار حل بقدر ادور على فايلات حل ومش عارف ايه والكلام ده كله. يبقى تمام، انا هدور على مدرس ممكن ان هو يكون مقصر في حتة الحل، ولكنه هو أقرب ما يكون للبرفكت في جزء الشرح، بيعرف يفهمني بشكل عميق، بيشرح كل الأجزاء، بيحط أغلب مجهوده في الحل. ممكن إن هو يكون مقصر شوية، سوري، بيحط أغلب مجهوده في الشرح، ممكن إن هو يكون مقصر شوية في نقطة الحل اللي أنا بقدر أعوضها مع نفسي. فده ببساطة أنا بشوف أنا إيه بعرف أعمله، ودوت ممكن أتغاضى عنه عن المدرس واشوف ايه انا مش بعرف اعمله، ودوت اللي هركز عليه ان هو يكون عند المدرس اللي انا بشترك معاه. فدول ببساطه كانوا الكرايتيريا بتاعتي وانا بختار المدرسين اللي انا هشترك معاهم، وانا بختار ايه الحاجات اللي انا هشتريها والكلام ده كله. فلازم ان انتوا تحطوا الكرايتيريا بتاعتكم اللي
غالبا او مش غالبا، اللي هي لازم اتليست واحده منها لازم تكون مختلفه عن باقي زمايلكم على حسب حالتكم الماديه، حاله الحاله الذهنيه بتاعتكم، حاله مذاكرتكم في اولى وتانية عامله ازاي وخبرتكم والكلام ده كله. فلازم ان انتوا تحطوا الكرايتيريا بتاعتكم اللي تكون ملائمه ليكم. النقطة الثالثة وهي اختار الصديق قبل الطريق. ممكن تبان نصيحة كليشيه جدا كأنك بتسمعها من جدتك، ولكن بجد بجد هي نقطة تقدر ان انت تلاحظ تأثيرها بشكل مباشر جدا 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 على جريدك آخر السنة، وعلى مستواك وفي مستواك على مدار السنة كلها حرفيا، لمجرد المحيط بتاعك او الدايرة القريبة بتاعتك او الأصدقاء بتوعك. اختار الصديق قبل الطريق. طبعا انا مش بتكلم هنا نصيحه الصديق لا، انا طالع فعلا بتكلم ازاي تكون بتذاكر باكتر شكل efficient وتطلع افضل نتيجه في الاخر. فانت اول حاجه لازم تكون عارف انت انهي نوع من الاشخاص. هل انت نوع من الاشخاص اللي هو بيحب يكون قافل على نفسه، بيحب ان هو يفضل يذاكر مع نفسه ولوحده والكلام ده كله؟ فلو انت الشخص دوت فلازم تكون مدرك ده، تحاول تدرك ده دلوقتي، تحاول تعرف ده دلوقتي عشان ما تضيعش وقت لما الدراسه تبدا. لو انت الشخص ده يبقى انت هتشوف لك مكان هادي، مكان فاضي، هتدخل اوضه او يعني هيكون معاك روم ميتس مش بيتحشروا في اللي مالهمش، مش بيتحشروا في اللي مالهمش فيه، مش بيعملوا حاجات تستنزف طاقتك والكلام ده كله. هتخليك في نفسك وتحط حدود واضحه للناس اللي حواليك عشان ما يستنزفوش طاقتك على الفاضي، ويكون لك ترابيزه، مكان معين بتذاكر فيه، النت بتاعك، الكلام ده كله، ان انت مكتفي بذاتك وبنفسك وان انت عايش كده لوحدك. لو ده اللي بيكون مريح ليك وبتقدر فعلا تطلع افضل نتائج بالشكل دوت. النقطه الثانيه ان انت ممكن تكون من الاشخاص اللي بتحتاج ستادي بارتنر وما بتقدرش انك تذاكر لوحدك. انا عن نفسي كان معايا ستادي بارتنر على مدار السنه كلها، وكان في واحد صاحبي بيفضل يذاكر معايا. فدي نقطه برضو لازم تدركها. لو انت مش من النوع اللي ما بيحبش يقعد لوحده وبيتحب ان انت يكون قاعد معاك حد، لازم تكون مدرك لدوت دلوقتي وتحدد في دماغك مين الشخص دوت. احنا مش بننقي صحابنا والكلام ده كله، بس بنقدر ننقي الستادي بارتنر عادي جدا، ننقي الشخص اللي احنا حابين نذاكر معاه، او يعني كده مش شرط خالص ان احنا الشخص دوت نصاحبه ونبقى صحاب جدا والكلام ده كله. لا، ممكن تكونوا معرفين بعض ان انتوا قاعدين مع بعض جاست فور ان انتوا تذاكروا بشكل efficient، والموضوع فعلا بيفرق جدا 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 جدا. من ناحيتي مثلا كأحمد، انا ما كنتش من النوع اللي بيحب يفضل يسأل الناس انت بتذاكر مين، انت مشترك مع مين، انت بتعمل ايه وايه والكلام ده كله. كنت بحب ان انا اخليني في نفسي شويه، وفي نفس الوقت ما ابقاش وحيد. ففكره ان انا كان في ستادي بارتنر او كان في حد بيذاكر معايا دوت كان بيتيح ليا مثلا ان انا بدل ما افضل يعني شاغل دماغي بفكره انا خايف الناس يكونوا بيعملوا حاجات زياده عني او بيعملوا حاجات مختلفه ممكن تكون مفيده اكتر والكلام ده كله، لا كنت بقدر اساله دايركت انت بتعمل ايه مثلا، مش عارف ايه، اساله عن حاجه معينه محيراني، عن حاجه معينه في دماغي، عن حاجه معينه عند مدرس انا مش مشترك معاه وهو مشترك معاه، الكلام ده كله. وكنا مثلا بنوعين بعض ان احنا نصلي في اوقات معينه، ان احنا مثلا نصحى في نفس الوقت، ولو حد فينا بتروح عليه نومه نحاول التاني يفوق ونشجع بعض. فبجد بجد 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 الموضوع ده بيكون مفيد جدا. على الناحيه التانيه في ناس مش بتستحمل الحوار دوت وبتحب انها دايما تكون لوحدها. ففكره ان بيكون فيها معاها واحد صاحبه هو متعودين ان هم يكونوا بيمشوا مع بعض دايما من اولى وتانية مثلا، وطلعوا في سنه ثالثه مكملين نفس الحوار، وفي فرد منهم مش بيكون مرتاح جدا للحوار دوت ومش بيقدر ان هو يأدي افضل ما عنده في الوضع دوت، وبيتكسف او بيتحرج ان هو يتكلم عن شيء دوت مع صاحبه عشان ما يكونش فيها احراج، ما يكونش فيها كسر الخاطر او الكلام ده كله. فده بجد بيأثر بشكل سلبي على فرد منهم او على الاتنين. ممكن عادي جدا لو الاتنين بيواجهوا نفس الشيء والاتنين بيكونوا حابين يقعدوا لوحدهم ولكن مش قادرين ان هم يشاركوا دوت. اتوقع ان كتير منكم هيكون فاهم قصدي. فبجد دي نقطه مهمه جدا 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 جدا. اختار الصديق قبل الطريق. حدد انت بتحب تقعد لوحدك ولا لا، ولو بتحب دوت حدد المكان اللي هتقعد فيه، وحدد الحدود بتاعت الناس اللي انت هتكون حواليك وبتتعامل معاك. لو في اي اشخاص سلبيين كانوا بيتعاملوا معاك في سنه اولى او تانية اشخاص بيستنزفوا من طاقتك، اشخاص كل ما بتشوفهم بتتخانقوا، اشخاص بيعملوا مشاكل على الفاضي ومش هيكون في ما بينكم اي احتكاك في سنه ثالثه له علاقه بالشغل، سواء بتيمات الشرح او سواء بالكابستون او سواء باي شيء في الحياه، فملوش لازمه ان انت تكون بتتعامل معاهم او يكون لك اي علاقه بيهم. كفايه جدا ان انت تكون بتسلم عليهم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وعليكم السلام، وحافظ على طاقتك عشان هتحتاج
طاقتك كتير جدا على مدار السنه وهتستنزف وهتحتاج ان انت تملاها بسرعه. فحاول تقلل المنافذ اللي انت ممكن تضيع فيها الطاقه بتاعتك. ولو انت عايز استدي بارتنر ومن النوع اللي بتحب يكون معاك شخص والكلام ده كله، فخليك حذر جدا وانت بتختار الشخص دوت ان هو ما يكون شخص بيضيع لك وقتك، ما يكون شخص بيستنزف لك طاقتك، وتكون محدد هو الشخص دوت انتوا ستادي بارتنرز بس، ولا انتوا هتكونوا ستادي بارتنرز وفي نفس الوقت انتوا صحاب مع بعض. دي نقطة مهمة جدا، احيانا ساعدتني كتير وكان ليها تأثير مباشر جدا على الجريد بتاعي في آخر السنة. ممكن الناس تضحك أو تشوفها شيء تافه أو شيء ملوش لازمة، ولكن أنا شايف صراحة إن هو شيء يستحق جدا إن هو ياخد من تفكيرك ولو حتى نص ساعة بس. رابع نقطة وهي حقيقي نقطة مهمة جدا وصراحة ما ساعدتنيش قوي على مدار السنة قد ما كان دورها ظاهر في خلال فترة المراجعة، انها وفرت عليا وقت ومجهود، وحاسس ان انا لو فعلا كنت بعملها من اول السنة كانت ممكن توفر عليا مجهود كتير جدا اقدر او وقت كتير جدا اقدر اوفره لحاجات تانية، وهي انك تعرف ازاي تستخدم الاي اي بشكل كويس يقدر يساعدك في المذاكرة. طبعا مش هروح اقول لك خد كورس اي اي والكلام الكليشيه العبيط دوت، لا هو حاول تعرف كام تول معينين وتكون بتعرف تستخدمهم صح، يعني مش ان هو جاست ان انا بدخل الشات جي بي تي اقول له مش عارف ايه حل لي السؤال دوت، ما يعني ما اي حد بيعرف يعمل كده. انا اقصد ان انت تكون بتعرف تكتب برومبت كويس، تكتب توضح فيه اللي انت عايزه فتطلع افضل ريزلت من الاي اي اللي انت بتستخدمه. ممكن نجيب لك اتنين بيطلبوا نفس الفانكشن او نفس ال يعني نفس الوظيفه من الاي اي تول اللي هو بيستخدمها، وتلاقي واحد مطلع يعني ريزلت بجد تحفه، وواحد تاني مطلع ريزلت مش لذيذه خالص وتتقفش انها معموله بالاي اي. ده بالفعل حصل معانا مثلا ساعه بروجكت مثلا الفيزيكس مثلا، كان في كتير جدا مننا حاول ان هو يستعين بالاي اي عشان يساعده ان هو يعني يعمل الريسيرش بتاع الفيزيكس. كان رغم ان احنا اغلب الناس كانت مستخدمه نفس التولز ونفس الاشياء ونفس الميثودز والكلام ده كله، الا انه فعلا كان في فرق جدا بين واحد بيعرف ازاي يستخدم الاي اي كان بيطلع ريزلت تحفه مستحيل تعرف ان الشيء ده معمول اي اي، شكله بروفيشنال جدا وشكله كويس جدا، وفرق بين واحد مش بيعرف يستخدم اي اي مطلع فعلا حاجه شكلها طفل صغير يقدر يعرف ان دي مش اي ان دي اي اي، ولو في دماغه انها مش اي اي فشكلها مش لذيذ حتى. فانت لازم تكون عارف كام تول. انا عن نفسي هتكلم عن ثلاثه سريعا دول حاسس ان هم ساعدوني جدا. اول واحده نوت بوك الام بجد تحفه، لو انت ما بتستخدمهاش فارجح ان انت تستخدمها. اكيد انت تعرفها ولكن هدي مثال، يعني مثال واضح عشان ما افضلش اهري كتير. ده ببساطة تشات نوت بوك ال ام بتاعي في مادة زي الجيولوجي، كنت ده حرفيا انا عامله في ليالي الامتحان، يعني قبل الامتحان بثلاث ايام او حاجه حطيت جهد ان انا اجمع كل الماتيريالز بتاعت الجيولوجي من كتر ما انا حاسس ارفعها هنا، من كتر ما انا كنت حاسس ان فعلا نوت بوك ال ام هيساعدني وهيوفر عليا وقت حتى في ليالي الامتحان. فانتوا ممكن انتوا تعملوا دوت من اول السنه، ان انتوا يكون عندكم شات خاص بكل ماده ترفعوا فيه كل المنهج كل الماتيريالز الخاصه بالماده دي والحاجات دي، فتقدروا ترفعوا هنا كل السورسز، حتى لو السورسز دي عبارة عن عبارة عن مثلا ملفات يعني بي دي افس عادي، عبارة عن لينك فيديو يوتيوب او لينك فيديو او لينك ويب سايت، او مثلا حاجات من على الدرايف بتاعكم، او حتى لو تكست هتحطوه كوبي في كل الاوبشنز دي يعني عندكم. تمام، فليترلي تقدروا ترفعوا المنهج كله. وهنا بقى في هنا تقدروا بقى تطلبوا منه ان هو يعمل لكم باوربوينت مثلا، يعمل لكم مايند ماب وانتوا تكتبوا البرومبت بتاعها ايه الحاجات اللي انتوا عايزينه فيها، ممكن يعمل لكم ملخص. انا عن نفسي اكتر حاجات ممكن اكون استخدمتها هو انا واصحابي كنا بنستخدمه احيانا ان هو يعمل لنا باوربوينتس عشان لو احنا مزنوقين في الشرح في المدرسه او كده، وكنت احيانا بستخدمه يعمل لي مايند مابس في حاجات زي البيولوجي مثلا، لو حاجات تخص حاجه زي الاميون سيستم مثلا عشان في انواع خلايا كتير جدا 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 في الخلايا في الحاجات اللي هي بتاعت المناعه يعني وكده فبتلخبط، فمثلا استخدمش في زي دوت. وكنت استخدمت برضو ان انا يعمل لي كويز لو انا حابب اختبر نفسي في بعض الحاجات اللي هي بتكون بتعتمد على الحفظ والكونسبشوال شويه وما فيهاش حسابات، فتقدروا بقى حرفيا تسالوا على اي حاجه هنا وهتيجي من السورسز اللي انتوا رافعينها عشان تضمنوا دوت، بدل مثلا تسالوا جوجل وجوجل يجيب لكم حاجات ممكن تكون اعلى من السكوب بتاعنا او اقل من السكوب بتاعنا، فلا دوت هيجيب لك من السورسز اللي انت رافعها، سواء كامبل بقى او سواء السورسز بتاعت الجيولوجي اللي هي فايلات المدرس بتاعك ايرث كام الكلام ده كله. يعني مثلا هديكم مثال هنا، كنت بحاول اعمل تجميعات ليله امتحان الجيو عشان اوفر على نفسي وقت وكده، يعني ان انا افضل ادور مثلا فوق، يعني بحاول اوصل لاي حاجه من اللي فيها جداول بيعمل فيها comparisons او كده، يعني يا رب الاقيها يعني، يا رب. اه مثلا ده مثال.
اللي هو مثلا كنت بديله سؤال معين بالشكل دوت، واروح قايل له ان هو يعمل لي تيبل فيه كل الكومباريزنز اللي فيها different types من شيء معين، او كل الجدول فيه كل الحاجات اللي تخص سؤال شبه دوت. فكان يعمل لي جدول بالشكل دوت فيه كل المعلومات المهمه، فبيكون سريع جدا ومن الكونتنت اللي انا رافعه له، ونسبه الخطا بتاعته نسبيا بتكون قليله لان انا اللي رافع له الكونتنت. نفس الموضوع هنا، حاجات تخص الجيولوجيك تايم سكيل مثلا، كنت ارفع له السؤال اقول له يشرحه ويعمل لي ملخص، وممكن اطلب منه يعمل لي جدول بيقارن لي بين كذا حاجه والتانيه، ويقدر ان هو يساعدني. فده ساعدني جدا 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 الم حاجه زي منهج الجيو في ليالي الامتحان، وبرضه ساعدني في البايو، وبيساعد ليترلي في كل حاجه. كل حاجه يعني هو تول تستحق الوقت اللي انت بتدفعه فيها والاستخدام بتاعها عموما، وخصوصا انها مجانيه. يعني I appreciate ان انتوا تستخدموها. في طبعا بقى كلود، يعني غني عن التعريف، بقى مشهور جدا اخر فتره. ده بقى بيساعدكم لو انتوا مثلا هتستخدموه في ان انتوا تعملوا بروجكت معين بتاع ماده ريسيرش او كده، تحاول ان هو يساعدكم. لو انتوا مثلا معاكم اسئله كتير جدا جدا وبسيطات وحاجات، وانتوا مزنوقين مثلا في ليالي الامتحان او حاجه، تقدروا تستعينوا بيه ان هو يجمع لكم اهم الاسئله من السورسز دي والكلام ده كله. فعموما هي تول للهيفي فانكشنز والحاجات التقيله يعني. واخر حاجه بقى ايمج ديتكتور. انا مش عارف ايه اسمه الاصطلاحي الفعلي، بس ده المصطلح اللي جه في بالي. وكنت بستخدم تشات جي بي تي عادي، بس انا تشات جي بي تي اللي كان معايا تشات جي بي تي جو، اللي هو كان بيديني زي يعني كان اشتراك يعتبر، فاقدر ان انا ارفع ايمجز نسبيا الليميت بتاعها اعلى بكتير من الليميت اللي هو الفري، فكنت بقدر ان انا يعني ارفع ايمجز براحتي. فكان بيساعدني جدا جدا ان انا احل اسئله ويشرحها لي والكلام ده كله. كنت اخد سكرين شوت وابعتها، عشان احيانا بيكون في اسئله فيها فيجرز وجرافات والكلام ده كله، ومش بيكون افضل حاجه ان انا اخدها كوبي، لان انا مش عارف اخد الجراف او الايمج دي كوبي. فكنت بحتاج ان انا يكون عندي يعني ليميت كبير للصور. فحاولوا انتوا تتصرفوا، سواء هتشتركوا سواء هتعملوا ايميلات كتير تفضلوا تستخدموها، لما الليميت بتاع الايميل الاولاني يخلص تستخدموا الايميل التاني، وهكذا وهكذا. لدرجه ان انا جيت عند بوينت في وسط السنه ما بقتش مدرك ان انا لو فعلا مش معايا فكره ان انا اقدر ارفع صور براحتي لتشات جي بي تي، انا كنت هكون عايش ازاي، من كتر ما فعلا الحوار كان هو يعني حسيته من الحاجات الضروريه جدا اللي في سنتي. لان انا بقيت اتعامل مع الموضوع اللي هو طبيعي ان انا لازم ما يكونش عندي ليميت في ان انا ارفع الايمجز. فالموضوع صراحه كان لذيذ جدا، خصوصا ان انا اخلي تشات جي بي تي يعمل لي انفوجرافيكس لحاجه معينه احطها في فايل النوتس بتاعتي او كده. ف يعني لازم تاخدوا الاي اي يساعدكم صراحه. مش هتاخدوا كورس اي اي، او مش هتفضلوا تستخدموا تولز اي اي وتبقوا طول اليوم بتخلوا مثلا اي اي هو اللي يشرح لكم والكلام ده كله. لا ده عبث. بس اتليست تستخدموه في الحاجات اللي توفر عليكم، بدل ما مثلا انتوا تفضلوا يعني ترموا عينيكم في كل الويب سايتات اللي على النت والاسئله والكلام ده كله. لا، ممكن تخلوه يسهل عليكم، يجمع لكم الاسئله اللي على السكوب بتاعنا وعلى الليرنينجز بتاعتنا مثلا، وهكذا. يعني اتوقع فهمتوا قصدي. القاعدة رقم 5، أو النصيحة رقم 5، أو النقطة رقم 5، وهي قاعدة الدرجات الثابتة. القاعدة دي أول مرة تتطبق هي على دفعتنا سينيور 26. ما كانتش بتحصل قبل كده. كان قبل كده يقول لك مثلا التزم باللي هو ان انت درجات الادبي، وكان يقول لك يو ار تي، وتهتم بكم تي او سي بتاع ماده علميه اهتمام كده يعني على الماشي، وان شاء الله هتجيب. بس دلوقتي انت بقى عندك اسلوب الدرجات الثابته. يعني ايه درجات ثابته؟ ببساطه انت دلوقتي عندك ترايل تانية، او عندك فرصه تحسين بعد لو لا قدر الله نقصت في بعض المواد في الفرصه الاولى، تقدر ان انت تحسنها. بس هل انت بتحسن درجات كل حاجه؟ الاجابه لا. احنا بنحسن درجات ايه؟ بنحسن درجات امتحان اليو ار تي والتي او سي بس، اللي احنا بنمتحنهم في اخر السنه. فانا بقى عندي مجموعه درجات ثابته، لو لا قدر الله نقصت فيهم على مدار السنه وجمعت نص من هنا على نص من هنا على درجه من هنا على درجه من هنا، ممكن يخلوني انزل شريحه كامله، يخلوني انزل جريد كامل في اخر السنه. ولا قدر الله لو حسيت ان انا فعلا التقصير بتاعي مش في امتحان التي او سي ولا امتحان اليو ار تي، وفعلا انا كنت ناقص في الدرجات الثابته دي ومحتاج ان انا احسنها، للاسف مش هقدر احسنها، لان زي ما قلت التحسين في اليو ار تي والتي او سي بس. فعندك درجات ثابته لازم ان انت تهتم بيها وتاخدها وما تضيعهاش. حاجه زي الكابستون بقى ضروري جدا ان انت تجيب درجه كويسه في الكابستون. قبل كده ماشي، يعني كابستون اخره كام؟ يعني هنقص 3 درجات، ماشي يا عم انقص 3 درجات، بس ما ضيعش وقت كتير في الكابستون، واعوض الوقت دوت مثلا في مذاكره تي او سي او حل يو ار تي او مذاكره مواد ادبيه، وان شاء الله هعوض في اخر السنه. بس دلوقتي لا، لان دلوقتي احنا نظام جريدات. انا لو
قفلت مواد ادبي وجبت درجات عاليه في اليو ار تي، بس لا قدر الله لا قدر الله نقصت شويه درجات في البايو والفيزيكس مثلا. مادتين زي دول ممكن يبوظوا لي الجي بي اي بتاعي. كان قبل كده ممكن تلاقي ناس اوائل وداخلين طب بشري عادي بيكونوا مثلا جايبين درجات عاليه جدا في المواد الادبي وجايبين حلو في اليو ار تي وكده، ولكن مثلا جايب 83 بايو. دي امثله حقيقيه انا عارفها مثلا، ويكونوا جايبين 83 بايو ومع ذلك بيكونوا من اول 100 وبيرتبوا ومطلعين من الاوائل وبيدخلوا طب. دي لو حصلت بقى في سنتنا اللي هي السنه الحاليه او حصلت على سنتكو لو النظام ده فضل شغال، 83 دي حرفيا تنزل البايو دي جريد تحت خالص. فالجريد اللي تحت خالص دوت هيبوظ باقي الجي بي اي التوتال بتاعك، هتلاقي الجي بي اي بتاعك قليل فهتنزل. فدلوقتي بقى ضروري جدا ان انت توزع مجهودك حرفيا على المواد كلها، ادبي، يو ار تي، تي او سي، مواد علميه، كل حاجه في الحياه، بالاضافه انك تاخد في الحسبان الدرجات الثابته زي الكابستون. الكابستون لو لا قدر الله نقصت فيه مثلا 3 درجات، 3 درجات دوت قبل كده كان تمام ممكن اعوضهم باي حاجه، ولكن دلوقتي انا لو نقصت 3 درجات والناس التانية الافريج بتاعهم درجه واحده، انا كده طار مني درجتين كاملين في الكابستون في الرينج بتاعي اللي هيحدد لي الجي بي اي بتاعي او هيحدد لي الجريد بتاعي. كده انا فاضل لي درجتين فقط وانزل للاي ماينس وطرت من اللعبه حرفيا. ده بافتراض ان الاول على الماده هيكون جايب 100%، وده بيكون صعب جدا يعني، فاهمين قصدي؟ فانا لازم الدرجات الثابته احاول اخدها واضمنها قدر الامكان، لان دي ما فيهاش تحسين وما فيهاش تعويض. الدرجات الثابته بقى الكابستون، درجات البراكتيكال، درجات اعمال السنه، ودرجات البروجكت. تمام تمام. اتمنى النقطه دي تكون واضحه، لان مش كتير جدا من دفعه 25 والدفعات اللي قبلها هتقولها، لان هم ببساطه ما مروش بيها. دفعتنا بس غالبا هي اللي هتذكرها جدا، فلازم تاخدوا بالكم من النقطه دي لانها كافيه جدا لا قدر الله تخلي واحد يفضل جايب جي بي اي قليل، جايب جريدات قليله رغم ان هو حالل كويس جدا في التي او سي واليو ار تي، لمجرد ان هو ضيع الدرجات الثابته منه. فاتمنى تكونوا فهمتوا النقطه دي كويس. النصيحة رقم 6، وهي نصيحة the 1% rule، أو نصيحة 1%. دي ببساطة يعني نصيحة كنت بطبقها، أو هو ده شيء طلع موجود يعني موجود في العالم، مصطلح موجود في بعض الكتب بتاعة التنمية الذاتية ومش عارف إيه. أنا كنت بطبقه من غير ما أعرف، وبجد حاجة حسيتها مفيدة. ممكن بعض الأشخاص لما كنت بحكي لهم عن الشيء دوت وإن أنا بعمله فكده يعني كانوا بيحسوا إن ده تضييع وقت، او بيحسوا ان دوت اهدار للطاقه، او كان بيحسوا ان ده من الاخر شيء مش مفيد. ولكن صراحه انا حاسس ان هو فادني، حتى لو فادني بنسبه بسيطه. ايه بقى قاعده الواحد في المية دي؟ ببساطه اي حاجه انا بعملها محتاج ان انا افككها. يعني انا مذاكرتي او سنه تالتة دي مش هتعامل معاها على انها بالك واحده، او مش هتعامل معاها على انها كتله واحده او صخره واحده او حاجه. لا، انا هفككها لكذا حاجه. هفكك سنه تالتة لجزء متعلق بالمذاكره، هفكك سنه تالتة لجزء متعلق بحفاظي على صحتي عشان اقدر اكون مركز، هفكك سنه تالتة لان انا اكون بعيد عن المشتتات واكون محافظ على تركيزي لاطول فتره، هفكك سنه تالتة لان انا لازم يكون عندي نفسيه كويسه على مدار السنه، هفكك سنة تالتة ان انا لازم اكون بوفر في وقتي وبحاول استغل وقتي ده قدر الامكان. اقدر افكك كل حاجة بعملها لحاجات كتير جدا، وكل حاجة من الحاجات دي اقدر احسنها بنسبة صغيرة جدا اللي هي نسبة 1%. لما اجي بقى اجمع كل الحاجات دي، انا حسنت نومي بنسبة 1%، حسنت حالتي النفسية بنسبة 1%، حسنت التغذية بتاعتي بنسبة 1%، حسنت تركيزي وبعدت عن المشتتات ومسحت السوشيال ميديا فحسنت التركيز بتاعي وقوة ملاحظتي 1%. الانجاز بتاعي بقت سريع وبستخدم تولز عشان تساعدني والكلام ده كله، وبقيت مدرك لاخطائي فحسنت الافشنسي بتاعتي بنسبه 1%، حسنت توفيري للوقت واستغلالي للوقت بشكل كويس 1%. لما اجمع كل ال1% من الحاجات الصغيره دي هيعملوا معايا رقم كبير جدا في الاخر، وهلاقي نفسي ان انا التحسين التوتال يعني اللي في الاخر اثر لي على مذاكرتي او اثر لي على سنه ثالثه بشكل عام هو اكتر بكتير من 1%. هو كتير جدا، لان انا بجمع ال1% اللي انا وزعتها. انا وزعت 1% على حاجه صغيره من هنا، على 1% على حاجه صغيره من هنا، لما اجي اجمعهم هلاقي التاثير فعلا كبير وضخم. فعشان كده يعني ارجح جدا ان انتوا تحاولوا تركزوا على كل حاجه بتعملوها وتفككوا الحاجات اللي بتعملوها لاجزاء صغيره، وتحاولوا تعملوا تحسين صغير في الحاجات الصغيره دي. انا مثلا كنت بحاول اقلل سكريات على مدار السنه، او انا بحاول اقلل السكريات عموما في حياتي من ثالثه اعدادي يعني، ولكن ركزت على الموضوع ده جدا في سنه ثالثه. انا لو كنت رحت قلت لحد ان انا بقلل
اقلل سكريات عشان تركيزي يكون اعلى، مخي يكون بيشتغل فترات اطول، وما يكونش عندي اجهاد والكلام ده كله. ليترلي الحد دوت هيضحك عليا وهيتريق عليا. ليه؟ لان ببساطه تاثير السكر دوت مش هيكون التأثير القوي اللي انا ما بين يومين او 3 ايام فجأة هلاقي نفسي بقيت سوبرمان او واو انا تركيزي بقى خارق. لا، هيأثر تأثير صغير يكاد انا ممكن ما الاحظوش اصلا، ولكن تأثير ان انا ابطل سكر مع تأثير ان انا بنام في مواعيد ثابتة وبصحى في مواعيد ثابتة فمحافظ على يعني الساعة البيولوجية بتاعتي، مع تأثير ان انا كنت محافظ ان انا باخد المالتي فيتامين ومحافظ على التغذية بتاعتي والكلام ده كله، ان انا محافظ على نفسيتي والكلام ده كله، بحاول ادعي ربنا والحاجات دي كلها لما بجمعهم على بعض فعلا بيعملوا تأثير ملحوظ. دي حاجة برضو حاسس انها فعلا ساعدتني، ولازم ان انتوا تجربوا تطبقوها بالشكل اللي يناسبكم وتكون موجودة في المايند سيت بتاعتكم وفي عقلكم، مش بس في سنة تالتة، لا في عموما في حياتكم يعني. النصيحة رقم 7 وهي quality over quantity. بجد هي حاجة كليشيه جدا، أنا عارف إنها حاجة كليشيه جدا، ولكن وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. بجد فيعني هي على قد ما هي حاجة كليشيه، على قد ما بننساها سوري، على قد ما بننساها وبنفكس لها وبنبقى عارفينها بس مش مدركينها. بجد يا جماعه الكواليتي اهم بكتير من الكوانتيتي. لو انا قصادي ان انا احل 20 سؤال بس وافهمهم بكل افكارهم واعصرهم، واي غلط غلطوا فيهم اقعد فيه حبه وافهمه واكون مدركه، ولو قابلت الغلط ده تاني ان شاء الله، ولو قابلت نفس الفكره دي تاني ان شاء الله مش هغلط فيها تاني، واقعد في ال20 سؤال دول حبه وقت كتير ممكن احسهم كتير، احسن بكتير من ان انا احل 150 سؤال، او بلاش 150 عشان ما اكونش باوفر، احسن بكتير من ان انا احل 80 سؤال في نفس الوقت ده ولكن بكون بحلهم بسرعه ومش بتعلم من اخطائي. ولو قابلني افكار زيها هغلط فيها تاني، لو حسبت الوقت اللي انا ضيعته في حل ال 80 سؤال والوقت اللي هيضيع اكتر في كميه الاخطاء اللي انا هغلطها في نفس الافكار اللي انا بالفعل حلتها في المره الاولى، هلاقي ان انا خدت وقت وجهد اكتر بكتير من اللي انا حطيتهم في ال20 سؤال اللي انا حليتهم في الاول وفهمتهم بكل افكارهم وعصرتهم واديتهم حقهم. فبجد يا جماعه بجد 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 يعني الجوده اهم بكتير من الكميه. يعني انا متاكد حد هيسمع النصيحه دي وهيكون عارفها، ولما سنه ثالثه هتبدا او لما يبدا مذاكره هيفكس لها وهيركز ان انا عايز اخلص 7000 كتاب، انا عايز اخلص حل التست بانكات دي كلها، عايز اخلص عايز اخلص عايز اخلص. وممكن تلاقي اصلا حد بيحل كتير وما يصححش، يقول ان شاء الله لما اخلص ال 400 سؤال دول هصححهم مره واحده، ويكسل يصحح اصلا، ولو صحح هيصلحهم كده اللي هو ايه يلا على الماشي كده، وفي الاخر مش هيستفاد من اللي هو عمله، جاست حرفيا عدى عدد، ويجي اخر السنه او يجي في نص السنه او يجي في اي وقت إن كان يعني ويقول ده انا حليت كتير ومش عارف ايه، ومع ذلك مش عارف ومش عارف ومش عارف، وناس تانية حلت اقل بكتير مني ومع ذلك بيحلوا احسن مني ومستواهم افضل. بجد يا جماعه ركزوا جدا على النقطه دي، لازم تحلوا كتير ولكن بفهم واتقان. لو انت من النوع البطيء اللي مش بتقدر تحل بسرعه وفي نفس الوقت تستفاد من اخطائك، يبقى تحل بطيء عشان اهم حاجه تستفاد من اخطائك، ولما يقابلك فكره تانية انت غلطت بيها في الفعل ما تغلطهاش تاني. فاهم قصدي؟ انما ان انت تحل وتبقى عايز تنجز فتفضل بقى ايه اللي هو ايه تشعبولي الافكار وتعدي على الافكار دي تاني كمان اسبوعين 3 وتغلط فيها كلها حرفيا كده، انت بتضيع وقتك بتضيع مجهودك وحاجه ملهاش لازمه يعني. فبجد ركزوا جدا على فكره ان انتوا تحطوا مجهودكم في حاجات ذات جوده، مش بتعدوا عدد وخلاص. اهم حاجه تكونوا فاهمين ومتقنين كويس. النصيحة رقم 8، نقطة مهمة جدا 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 وممكن تفرق أشخاص عن بعض وبتأثر جدا على جودة الذاكرة بتاعتك وجودة مذاكرتك والوقت وكل حاجة حرفيا، حتة الملخصات. بجد دي نقطة من أكتر الحاجات اللي كانت مشتتاني ومعصباني، إن أنا كنت متعود في أولى وتانية إن أنا حرفيا بكتب كل كلمة المدرس بيقولها وبفضل أوفر ثينك في الكتابة واكتب كل كلمه حرفيا، وبلاقيني عامل سكريبت للمدرس اكتر ما انا ذاكرت، وبكون معايا كميه دفاتر وكميه ملخصات وحاجات كتيره جدا ومش برجع افتحها اصلا ليالي الامتحان ولا بفتحها في اي وقت من كتر ما هي كبيره، وبكون محتاج حاجه ملخصه اكتر عشان الحق انجز. ففي سنه ثالثه الحوار ده مش هينفع خالص، ولو عملناها هنكون بنظلم نفسنا وبنضيع وقتنا وبنضيع جهدنا. ففي حاجتين انا جربتهم ونفعوا معايا جدا جدا جدا، وفي ناس تانية وفي ناس اعرفهم برضو جربوا نفس الحاجتين ونفعوا معاهم. في طرق تانية ممكن انا ما كنتش اعرفها بس اكيد في ممكن تدوروا عليهم، ولكن الاكيد ان احنا مش هنفضل نلخص كل كلمه ورا المدرس في سنه ثالثه، يعني لا غلط غلط غلط، مش هنعمل كده يا جماعه، مفيش وقت. ففي حاجتين ممكن نعملهم. اول حاجه ان انا اكمل على واحد قديم،
يعني ايه اكمل على واحد قديم؟ ببساطه هدي مثال بمثلا يوسف نجاح مثلا، او مش عايز اقول اسامي مدرسين، بس هكمل على واحد قديم. بمعنى انا بذاكر جيولوجي مثلا، تمام؟ فانا قبل ما ابدا السنه، تمام، حاولت ان انا اجمع، لو هشوف لو انا مشترك مع مدرس مثلا، لو المدرس ده بينزل فايل ملخص للسيشن، فانا هعتمد الفايل بتاعه. مش بينزل، يبقى انا هحاول ادور على حاجه ملخصه مثلا للاجزاء بتاعت المنهج. هعمل ايه بقى؟ هقرا الجزء، هقرا الشيء دوت بشكل سريع ملخص، ما يكونش شرح تفصيلي لان انا مشترك مع مدرس. لكن لو ده مصدر مذاكرتي الاساسي فتمام. انما دلوقتي بتكلم على واحد مشترك مع مدرس بيسمع سيشناته، او واحد اصلا بيذاكر من ريفرنس مع نفسه ولكن عايز حاجه يرجع لها في فترة المراجعة، أو حاجة يراجع منها مراجعة سريعة بعد ما يخلص، حاجة يكون فيها النوتس بتاعته من الآخر، فيها أهم النقط، مش حاجة يذاكر منها، تمام؟ عشان بس نكون ملاحظين النقطة دي. فأنا سواء ذاكرت من ريفرنس أو سواء ذاكرت من سيشن المدرس، هحاول أدور على حاجة ملخصة، سواء دوت بقى فايل بتاع مدرس، حاجة نازلة على النت، حاجة موجودة على درايف، أيا كان الحاجة اللي مقابلاني، تمام؟ حاجة بالفعل هي ملخصة معمولة. هعمل إيه؟ هحاول أقرأها سريعا، أهايلايت على الحاجات المهمة جدا، الحاجات المهمة اللي أنا عايز لما أجي أراجع في المرة اللي جاية إن شاء الله، اول عايز ان الحاجات دي عيني تقع عليها بسرعه واشوفها، اعمل لها هايلايت، الونها، الكلام ده كله. وبخط ايدي هضيف كل المعلومات اللي انا حاسس انها مهمه وهنساها من وجهه نظري بالنسبه للذاكره بتاعتي، والحاجات اللي انا بنساها والحاجات اللي انا مش بنساها هضيفها في نفس الملخص اللي هو اصلا معمول، سواء الملخص ده بتاع حد تاني، او سواء الملخص ده ديجيتال معمول بكمبيوتر او كده، او سواء الملخص ده بتاع مدرس، او ده كتاب ملخص، او ايا كان الشيء دوت. فانا همسك الحاجه دي، احاول بعد ما اكون ذاكرت مذاكرتي هقراها سريعا، احاول هايلايت على الحاجات المهمه اللي انا عايز عيني تقع عليها بسرعه اول ما افتح الشيء دوت وانا براجع، واحاول بقى ايه اضيف الحاجات الخاصه بيا اللي انا لقيتها، سواء في مصدر مذاكرتي بتاع المدرس، او سواء مصدر مذاكرتي اللي هو الريفرنس. دي بقى زي ما قلت ممكن نعملها مع فايلات المدرسين، او سواء مع ملخص بالفعل موجود. فدي صراحة طريقة نافعة جدا ومفيدة، بتوفر عليا وقت ان انا افضل اكتب كل حاجة، بتوفر عليا وقت ان انا ساعة المراجعة اقدر ابص على الحاجات المهمة سريعا من غير ما اقرأ كلام كتير، الكلام ده كله تمام. وبتوفر جهد ووقت، ودول اهم حاجتين. الحاجة التانية ان انا اكتب المهم بس ببساطة، يعني مش لازم بقى اوفر ثينك، لازم بقى اتعلم مهارة انتقي الحاجات المهمة. انا دلوقتي بذاكر مثلا نيرفس سيستم، بيتقال معلومة انه مثلا اكتر عضو معقد في جسم الانسان هو المخ، مش هروح اكتب معلومه زي دي. معلومه زي دي لوجيك جدا، واغلب الناس عارفاها، وحتى لو مش اغلب الناس عارفاها وانا مش عارفها مثلا، لمجرد ان انا سمعتها هكون قادر افهم ليه دوت اكتر عضو، ليه المخ اكتر عضو معقد، فمش محتاج اكتبها. خلاص انا حد قال لي العضو اكتر عضو معقد في جسمك هو المخ، دي حاجة أنا قادر أستدركها بسهولة وليها أسباب كتيرة جدا، وأنا قادر أستدرك ده بمخي. لو جيت لي بعد أسبوعين سألتني نفس السؤال دوت أنا هقدر أجاوبه، مش محتاج إن أنا أكتبها مع عندي في كراسة الملاحظات بتاعتي أو فايل النوتس بتاعتي، لو أنا بكتب على تابلت أو أيا كان مش محتاج إن أنا أكتب حاجة زي دي. فأنا هكتب الحاجات المهمة بس. لو أنا بذاكر مادة زي فيزيكس أو كيمستري هكتب الحاجات المهمه بس، زي مثلا القوانين، الثيوريز، الحاجات دي هكتب الستيتمنتس اللي هي بتتنسي بسرعه. مش هفضل بقى ان انا اكتب كل كلمه، ولو في جدول قصادي اروح حرفيا نقله بالحرف. انا مش بكتب سكريبت. العلم ليترالي موجود في كل حته، العلم موجود في الكتب، موجود على اليوتيوب، موجود على المواقع، موجود على اي، موجود عند المدرسين. فانا اي معلومه محتاجها هقدر اوصل لها بسهوله. ما بقاش في فكره ان انا ندمان ان انا ما كتبتش المعلومات كلها، لان لا قدر الله ممكن احتاجها وما الاقيهاش. لا، صدقني اي معلومه هتحتاجها في اي وقت هتلاقيها. اسال المدرس بتاعك برايفت لو نسيت المعلومه عادي. انما هنكتب بس الحاجات المهمه اللي فعلا محتاجين نبص عليها، ليله امتحان معموله عندنا في المدرسه فانا محتاج ابص سريعا، فلا هكتب الحاجات اللي محتاجها بس. واديكم مثال للعربي، مش هفتح مثال ماده علميه لان احيانا كنت باخد سكرين شوتس من الباوربوينت بتاعت المدرسين او حاجات المدرسين، فعشان ما تبقاش حرام فافتح مثلا فايل من نوتس العربي بتوعي اللي كاتبهم بخطي. ده مثلا ايه، ده مثلا مثال نفتح ده، تفتحش ليه؟ ده مثلا كمثال دوت حرفيا السيشن كانت ممكن تكون ساعتين تقريبا او ساعه ونص، انا لخصتها في اقل من صفحتين، كتبت فيها كل المعلومات المهمه من وجهه نظري اللي انا هنساها. بس في حاجات كتير عدت عليا انا المدرس قالها مش حاسس ان انا هنساها، وبالفعل هي موجوده في ذاكرتي، مش ناسيها، مش محتاج بقى ان انا اكتبها تاني. كتبت الحاجات اللي انا حاسس فعلا فقط اللي انا هنساها.
سبب عمل كذا مش عارف ايه، مثال حاسس ان هو مهم واني هنساه هكتبه واشرح المثال عليه واكتب معلومات تحتيه، لاحظ نقطه معينه و الكلام اللي انا فعلا بنساه. انما الحاجات انا مش بنساها مش مهم ان انا اكتبها. اتمنى تكونوا مدركين اهميه النقطه دي فعلا، وقد ايه هي هتاثر على وقتكم وجوده مذاكرتكم يا جماعه، عشان بجد مفيش وقت ان انا افضل الخص واكتب كل كلمه وفي الاخر ما استفدش بالملخصات دي. فاحنا دلوقتي بنركز على نقطتين، ان احنا نوفر وقتنا ونوفر جهدنا، وكمان ان انا يكون معايا مصدر اقدر ارجع له وقت المراجعه بسهوله والاقي معلوماتي واقدر افتكر وريفرش دماغي من غير ما ابص في 150 صفحه. مفيش وقت تقريبا يعني. النصيحة الأخيرة أو مش الأخيرة أوي يعني، بس هي نصيحة رقم 9 في اللي أنا كنت مجهزهم أو كنت افتكرتهم من الحاجات اللي أنا كنت بعملها، وهي دون ملاحظاتك، دون أفكارك. إحنا اتكلمنا عن الملاحظات اللي هي الملخصات وكده، لأ دلوقتي أنا بتكلم عن ملاحظاتك الشخصية. أنت هيجيلك وقت كتير جدا، وأكيد الوقت ده جالك في أولى وتانية، هتحس نفسك بتبريك داون، هتحس نفسك بتبرن أوت، هتحس نفسك مش قادر، مش طايق نفسك، مشاعرك متلخبطة، نسيت اهدافك، حاسس نفسك متشتت، الخشوع بتاعك راح، كل حاجة بتضيع من ايدك، الكلام ده كله. فلازم لازم 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 ان انت تكتب ملاحظاتك وتكتب افكارك عشان تفرغها وتخرج من اللوب دي. حاول ان انت تكتب وكانك بتكلم حد، كانك بتكلم نفسك، تكتب اللي في دماغك بالمعنى الحرفي. اشجع جدا ان انت يكون معاك نوت مخصصه للشيء دوت. انا كان معايا نوت مخصصه كنت بكتب فيها من سنه تانية من بدري، كنت بحب جدا فكره ان انا اكتب، تقدر تكتب كل اللي انت حاسه. لو فجاه يعني انا مثلا من ابشع الحاجات اللي حسيتها على مدار سنه ثالثه ان انا كان جالي بعض مشاعر الغيره من بعض الافراد لاسباب معينه مثلا. فانا فعلا الشعور ده كان قافلني جدا من جوايا وكان شيء مقرف، وما كنتش قادر احكي لحد، لان انا مش هروح اقول لحد مثلا ان انا بغير مثلا او ان انا بدات احس بشعور غيره او كده او كده والكلام ده كله، وفي نفس الوقت دماغي متلخبطه منه. فكان افضل طريقه ان انا افرغه في ورقه واكتب ان انا فعلا حاسس بكذا وبكذا وبكذا، فاقدر افهم انا ليه حاسس بده. طب انا حاسس بده عشان كذا، طب هل الشيء ده في ايدي ان انا احسنه واعدله؟ اه طب ماشي، ايه الخطوات؟ انا هعمل كذا وكذا وكذا، واروح كاتب في الورقه. طب للاسف انا دي مش حاجه في ايدي، طب خلاص يبقى انا هفكس لها واحاول بقى ان انا ارضى باللي انا فيه طالما هي مش حاجه في ايدي، وهكذا. فان انا اكون بكتب دوت بيديني زي نظره يعني اي بيرد، مش عارف تتقال ازاي، فيو اي بيرد ولا اي فيو اي بيرد اي، ايا كان يا جماعه الجمله دي، ان انا يكون عندي نظره زفت طائر من فوق. مش عارف انا ليه نسيت الجمله، بس ايا كان، ان انا يكون عندي نظره طائر كده، ان انا حرفيا كاني طائر وباصص يعني باصص من السما من فوق وشايف كل حاجه، بدل ما الحاجه موجوده في مخي واخده اكبر من حجمها، لا انا اقدر افرشها على ورقه واقدر اشوف المشكله على حقيقتها واشوف هي ايه المشكله الحقيقيه، طب هل في مشكله اصلا ولا لا، طب ايه الحلول المقترحه، الكلام ده كله. كاني فرد تاني في المشكله، مش انا نفسي، لا كاني فرد اخر اصلا، يعني بناقش المشكله دي بشكل موضوعي مع نفسي من غير ما احتاج ان انا اروح احكي لحد وافضل كده، او ممكن اتكسف، او ممكن ما يكونش عندي اصحاب اصلا احكي لهم. فلا ده بيوفر عليا ده جدا، وبيوفر لي كتير من هدر الطاقه، بيوفر لي كتير من هدر الوقت اللي بيضيع في الاوفر ثينكينج وفي الصداع وفي التعب والارهاق والكلام ده كله. برضو تكتب انت عايز تعمل ايه. كان جالي وقت مثلا في نهايه الترم الاول لما حسيت ان الوقت فعلا خلاص بيروح عليا، انا المفروض اخلص المنهج في شهر 3 ومش عارف ايه، يا لهوي ده الوقت قرب وانا لسه فاضل لي اجزاء كتيره، فالمفروض اعمل ايه؟ هل اراجع على الترم الاول ولا ابدا في الترم الثاني ولا اعمل الاثنين مع بعض ولا اعمل ايه؟ فكان بيكون ضروري جدا يكون معايا ورقه او قلم بكتب كل المخاوف اللي في مخي، واكتب ان انا عايز اعمل كذا وكذا، عايز احل على ال او كذا، عايز اراجع جزء كذا، عايز اخلص الجزء كذا قبل يوم كذا عشان الحق انجز والكلام ده كله. فده شيء ضروري جدا ان انا يكون معايا حاجه بقدر اكتب فيها انا عايز اعمل كذا وكذا عشان ما انساش، ده اول حاجه. وتاني حاجه عشان ما تشتتش، وتالت حاجه عشان اقدر اعرف الحاجات اللي بقولها دي هي حاجات موضوعيه وحاجات تنفع ولا دي حاجات خياليه اصلا. وطبعا محتاج كذا، هي زي النقطه اللي فوقيها، يعني انا اكتب ان انا محتاج اعمل كذا، محتاج مش عارف ايه ان انا اظبط نومي، محتاج في شخص معين سلبي ارميه من حياتي، محتاج انتظم في صلاتي، اشوف إيه الاخطاء كل شويه واقيم حياتي كل شويه. فبجد ده شيء ضروري جدا 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 جدا. ممكن اكون خلصت التسع نصايح يعتبر، فلو هقول يعني حاجتين سرعة جدا قبل ما كده يعني، قبل ما اقفل الفيديو، حاجتين عشوائيين يعني، وهي اشربوا ميه كتير،
ده بجد لا، ده شيء ضروري. اشربوا ميه كتير جدا جدا يا جماعه، الميه مهمه ومفيده. وحاولوا تستعينوا بربنا. وصراحه مش حاسس ان في حاجه في بالي تانية دلوقتي صراحه، بس لو في حاجه هبقى ابعتها لكم وتواصلوا معايا لو محتاجين حاجه. اتمنى من كل قلبي ان انا بجد اكون قلت اي حاجه مفيده، وان الكلام اللي اكون قلته ما يكونش كليشيه. بس هو فعلا مش كلام كليشيه، حاولت اقول الكلام اللي فعلا ممكن يكون ساعدني على مدار السنه، وحسيت انه اقرب حاجه للواقع واقرب حاجه ممكن انها تحسن من الافشنسي بتاعتنا على مدار السنه، وتقلل من هدر الوقت والطاقه والمجهود والحرق المخ اللي احنا ممكن يجي لنا في اي وقت من الاوقات. وسلام.